قد يكون مفاجئ ليك أن تعرف أن اللوز مش من المكسرات الحقيقية، بل هو في الواقع نوع من أنواع الخوخ. نعم، شجرة اللوز تنتمي لنفس العيلة النباتية اللي بتضمن الخوخ والمشمش والكرز، وهي عيلة الوردية روزاسيي. ثمرة اللوز تشبه الخوخ في تكوينها، ليها قشرة خارجية خضراء وداخلها نواة صلبة، وبداخل النواة توجد بذرة واحدة وهي ما نأكله ونسميه اللوز. يعني ببساطة اللوز هو بذرة ثمرة تشبه الخوخ وليست مكسرات حقيقية مثل الجوز أو البندق، وده بيشرح ليه طعمه وقيمته الغذائية مختلفة عن باقي المكسرات. فهو غني بالبروتين، الألياف وفيتامين إي، ومفيد لصحة القلب والدماغ. اشترك في القناة علشان توصلك معلومات غريبة وممتعة زي دي كل يوم. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنتات وهرد عليك بنفسي. تابعنا لعالم ممتع من أسرار الطبيعة والأغذية.